انا كنت زي معظم الناس اللي فاكر ان الثقه في النفس تقف فارد ظهرك وتبص فعلا اللي قدامك وتتكلم بصوت تخين وخلاص. بس في الحقيقه انا اكتشفت عكس ده خالص. الثقه في النفس تبقى من جوه، وانا جاي اقول لك 5 خطوات هتبني بيهم ثقتك من نفسك من جوه وهتحس بيهم كمان. دي سلسله اسال مجرب، والسلسله ديت انا بحكي لك فيها تجربتي الشخصيه وبنطلع منها بالاستفاده في موضوع الفيديو. انا كنت زمان من الاشخاص اللي الناس بيتنمروا عليهم جامد لدرجه ان مبقاش عندي اي ثقه في نفسي خالص نهائي. فقررت ساعتها اتفرج على فيديو زي ابقى واثق من نفسي. ساعتها الراجل قاله في الفيديو: راسك تبقى مرفوعه، ظهرك مفرود، عينك باصه في اللي قدامك. ودي حاجات نظريه وحاجات فعلا بتفيد، خلي بالك. بس هتفيدك ايه؟ هتفيدك من بره على هيئتك. وفعلا ساعتها حسيت بفرق شويه في تعامل الناس معايا، طبعا ما انكرش. بس في حاجه ما حسيتش بيها خالص. من جوايا كنت متدمر نفسيا، فعليا متدمر نفسيا. انا كنت بعتذر على طول، ودي اول خطوه لقيتها، وللاسف دي اسوأ خطوه. لان الاعتذار بيقلل اصلا من شخصيتك. حتى لو انت راجل فعليا فاهم وواثق من نفسك، الاعتذار هيقلل منك كده كده لا شك. فمثلا انت خبطت واحد صاحبك، مش لازم تعتذر له اصلا، فاهم حاجه؟ مثلا خبطت واحد في الشارع، خلاص اعتذرت له مره خلاص، هو اصلا مش هيتكلم تاني. مش لازم اسف 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 والله لا مؤاخذه، اسف لا مؤاخذه، فاهم حاجه؟ ده ما ينفعش خالص. بس فدي كده اول خطوه معانا. تاني خطوه كلامك يبقى متزن، يعني لا سريع قوي ولا بطيء قوي ولا عالي قوي ولا قليل قوي. فاهم انا بكلمك ازاي دلوقتي؟ انا المايك هنا عشان كده تلاقي البتاع ده واقع شويه، فاهم حاجه؟ بس فانا بكلمك ازاي دلوقتي؟ انا بكلمك بصوت هادي، انت مسامعني كويس قوي، وانا مش محتاج اعلي صوتي اكتر من كده عشان اوصل لك المعلومه. انت لازم تبقى سامعني في مستوى الصوت دوت، ما ينفعش اعلي اكتر من كده عشان انت ما تنزعجش، ولا اوطي اكتر من كده عشان برضه ما تنزعجش. الصوت الواطي برضه مزعج ان انت مش سامعني، فاهم حاجه؟ بس فديت الخطوه ديت مهمه جدا، ودي بتفرق في الشخصيه من حيث الثقه، وبتبان الشخصيه جدا، لان دي بتبان اصلا شخصيتك من جوه. يعني بتبان انت بتتكلم ازاي. يعني لو بتتكلم بسرعه قوي هيبان عليك انك شخص مرتبك ومش واثق من نفسه بجنيه، فاهم حاجه؟ بس لو بتتكلم ببطء قوي هتبان عليك شخص كسول وممل، فاهم حاجه؟ بس فلازم يبقى في نفس الصوت اللي هو طريقتك العاديه، بتتكلم على طبيعتك بس احسن نسخه من طبيعتك. تالت خطوه لازم تبقى قد كلمتك. يعني لو قلت هعمل بكره جدول مذاكره لازم تعمله، حتى لو مش هتذاكر منه ولا هتعمل اي حاجه فيه، بس لازم تعمله عشان تبقى قدام نفسك قد الكلمه اللي بتقولها. ودوت بيفرق جدا معاك نفسيا من جوه. دي بقى حرفيا بتحس بيها من جوه. يعني اي حاجه حاول تاجل متعه. يعني انت مثلا اجل المتعه ديت هتفرق قوي، هتحس انك شخصيتك بقت قويه جدا، فاهم الدبانه بنت؟ عشان لو مبقتش قد كلمتك نفسك مش هتثق فيك من جوه، فاهم حاجه؟ طبعا في اضاءه طفت النور قطع بس عادي هنكمل. رابع خطوه وانا شايفها من احسن الخطوات اللي في الحياه تقريبا، انك تتقبل غلطك. على رأي المبدع العظيم القدير اللي محدش يقدر يختلف عليه ابي يوسف: فشل بيموت عشان منه تتكون، ساعات هيجوا عليك وهتضطر تفوت. واخد بالك؟ فشل بيموت عشان منه تتكون. يعني كلام مش وخلاص، والله كلامه عظيم فعلا. بس فانت اسمع الكلام: فشل بيموت عشان فعلا منه تتكون. يبقى الغلط مسموح، فده مش عيب فيك انك تغلط. الفرق بين اللي واثق من نفسه واللي مش واثق من نفسه: اللي واثق من نفسه لما بيغلط بيعرف يصلح غلطه، وبيعرف يستفاد من غلطه حتى لو مصلحوش. اما اللي مش واثق يا اما ما بيعترفش بالغلط يا اما بييأس اصلا ما يعترفش بالغلط. ساعتها للاسف مش هيستفاد من الغلط، ويبقى غلط الغلطين، يعني الغلط غلطين، فاهم؟ مش هيستفاد من الغلط زي باقي الايه الواثقين، زي الواثق. يعني مش هيستفاد من الغلط زي الواثق. الواثق بيغلط، بيستفاد من الغلط وبيتقدم. يعني مثلا انا الحمد لله يعني بفشل كتير قوي الحمد لله، فاهم؟ بس فبنفشل وبنرجع تاني نعدي حتة الفشل ديت بنجاح ان شاء الله. وما بيأس، يعني لازم تاخد خطوة 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 خطوة. محدش بيبدأ ناجح على طول. احنا كده دخلنا في حتة تانية، بس لازم اقول لك برضو دي عشان الغلط دوت فعلا انت اغلط وتقبل دوت وما تزعلش من دوت. بس حاول في المرة الجاية ما تغلطش الغلطة دي، نفس الغلطة لو غلطتها مرتين ورا بعض ده اسمه فشل، فاهم؟
يعني عادي ممكن تغلطها تاني وتصلح تاني، بس تكون صلحت حتى حتى لو عليت في الغلط دوت بنسبة 1%، ده بيفرق جدا. خامس خطوة، ركز على تقدمك مش مقارنة نفسك بالناس. يعني أنا مثلا في ناس كتير أشهر مني وممكن يبقى محتواهم أسوأ مني كمان، بس عادي مش بقارن نفسي بيهم أصلا ولا شايفهم، فاهم، ولا حاططهم في اعتبار معايير يعني. بس بفرح بنفسي لو اتقدمت حتى 2 مشاهدة، فاهم، بفرح جدا ان انا شايف نفسي بس، وشايف نفسي ان انا بتعب فعلا وبغلط وبقوم وبحاول استفاد من كل فيديو اكتر من اللي قبله. فوالله حتى لو لايك على فيديو، مثلا فيديو جاب 5 لايك مثلا بدل اللي قبليه كان جايب 4، هفرح جدا، فاهم. ده جايب مثلا 60 مشاهدة، التاني جايب 50، هفرح جدا. فهمت حاجة؟ فده بيفرق جدا في نفسية أي واحد إنه يبقى مركز مع نفسه ومركز مع تقدمه، ده فعلا هيقدمك قدام. الثقة بتيجي لما تتعود إنك جامد، فدي سهلة جدا إنك تبقى جامد فعلا، وده لازم تثبته لنفسك بالحاجات 5 خطوات اللي قلناهم دول. أنت كده بتثبت لنفسك إنك جامد وقادر تتخطى أي صعوبة في حياتك. بس وفي الآخر أتمنى تشترك في القناة، وتشترك في القناة عشان أنت استفدت، يعني قاعد كل دوت في الآخر مش هتشترك، روح اشترك في القناة وهتعمل لي لايك عشان بحبك جدا. وعايزين نوصل 100,000 100 مشترك، قصدي 1000 ايه، يا ريت والله 100,000. عايزين نوصل 100 مشترك في أسرع وقت، ساعتها هفرح جدا بالتقدم بتاعي دوت، مش هبص على ناس تانية تاني. بس أشوفك في سلسلة جديدة أو حلقة جديدة.